يابا شي على شي اقواكم بكل شيء. بشغل اللحم والمندي سويت لكم مندي لحم بالشاس حراريه والمطفول وعلى حسب الصوص. شوف لي اياه ضيف واللحمه مستويه ورايحه واحد على واحد. باولي تتبيله خاصه ومفوله بالخضار. شوف لي اياه. قبل لا نبلش بالطريقه صلوا على محمد وعلى محمد وخلونا لايك ومتابعه. هاي افضل طريقه تفيدكم بالفيديو في مولد. هسه بالبدايه عندي كيلوين لحم عجل شرح غاسلهن ومنظفهن ومقطعهن بهالترتيب. هسه اجي اشتغل التتبيله مال المندي مفوله. هسه بالبدايه حتى نتبل اللحم نضيف شويه زيت. هسه نضيف ثوم مبروش، زنجبيل مبروش، وقشر ليمون برشناه وعصره ليمون، يعني تقريبا نص قلاص. هسه للبهارات وللتتبيله خاشوق بهارات مندي خشنه، فلفل اسود، ماجي لحم، قرنفل، ثوم مطحون، هيل خشن، كركم، لامندوزي، بصل مطحون، وسبع بهارات. ننزل هسه نخلط. هسه نجي نضيف اللحم ونخليه ياخذ تتبيله وصلصه. هسه نجيب اكياس حراريه وننزل اللحم بيهم. راح نطبخهم باكياس حراريه لمده ساعتين يكون اللحم ذايب، ساعتين ونص. هسه نضيف نص قلاص ماي فقط، اما قل النص راح ينقلب. هسه نجيب لنا عود مال اسنان ونثقبه على مود ما ينفجر بالفرن، وراح نضيف ماي بالصينيه حتى يبقى على البخار. هسه نجي نضيف ماي بالصينيه على مود يبقى على البخار، نتركه ساعتين. من ينشف الماي معناها اخذ الاستواء، ورا ساعتين نرجع له على درجة حرارة 250 اعلى شيء عندكم. وهذا كمل اللحم مالتنا، وعليكم مليون عافية. لا تنسون تخلونا لايك ومتابعة حبايب قلبي.